أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. آخر شيء وقع في سوريا مثلا، ونحن من سكان سوريا، بعد أن ثارت الثورة السورية ضد البعث، ثارت الثورة السورية ضد البعث، ثارت الثورة السورية ضد البعث، وهو بلا شك يعني حكم غير إسلامي، بل هو حكم كافر. ما كان المسلمون في سوريا فقط يعلمون بأن هناك جماعة يعملون سرا، وإلا لو أعلنوها لتجاوب المسلمون معهم من كان يريده الحياة الآخرة. فماذا كانت النتيجة؟ كما تعلمون قضي على هذه الحركة وسفكت دماء ألوف المسلمين. فماذا كانت النتيجة؟ كما تعلمون قضي على هذه الحركة وسفكت دماء ألوف المسلمين. فماذا كانت النتيجة؟ كما تعلمون قضي على هذه الحركة وسفكت دماء ألوف المسلمين من الشبان والرجال والنساء والأطفال، وهدمت البيوت بل والمساجد على من كان فيها إلى آخره. لماذا؟ لأنهم لم يسلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يسلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يسلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم في القيام بدولة الإسلام. لذلك أقول جواب هذا السؤال باختصار أننا لا ننصح في أي حركة انقلابية يراد إقامتها اليوم لسببين اثنين. السبب الأول أنه خلاف هدي الرسول عليه السلام، والسبب الثاني لأن مثل هذه الانقلابات قد جربت فلم تفلح ولم تنجح. أننا لا ننصح في أي حركة انقلابية يراد إقامتها اليوم لسببين اثنين. السبب الأول أنه خلاف هدي الرسول عليه السلام، والسبب الثاني لأن مثل هذه الانقلابات قد جربت فلم تفلح ولم تنجح، ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر. هذا جواب السؤال.